أكدت مصادر مطلعة أن اللاعب أيوب بوعيدي لن يتواجد في معسكر المنتخب الوطني لشهر مارس الجاري، وذلك رغم الاجتماع الذي عقده يوم أمس فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والناخب الوطني محمد وهبي مع اللاعب ووالده، حيث طلب موهبة نادي ليل الفرنسي مزيدا من الوقت التفكير. وتعد هذه الزيارة هي الثانية التي يخصصها القجع للاعب بوعيدي، إذ سبق واجتمع به سابقا في مدينة ليل رفقة الناخب الوطني السابق وليد الركراكي ضمن مساعي الجامعة لإقناعه بتمثيل المنتخب الوطني المغربي. في نظركم في هذا الإطار من التردد الذي يقوم به اللاعب أيوب بوعيدي، هل سيتم أو سيقوم بتمثيل المنتخب الوطني المغربي أم لا؟